بمكونين بس هتعملوا اسهل بسكوت صحي ممكن تعملوه للكيتو لمرضى السكر، وصحي جدا للاطفال. معانا كوبايتين دقيق، هنحط عليهم معلقتين سكر ممكن فروت، ممكن تستبدلوهم بسكر ستيفيا. وهنا هبدأ اخلطهم مع بعض كويس جدا. والمكون التاني معايا زبدة الفول السوداني، دي صحية جدا طبعا، وده النوع اللي انا استخدمته، وزيرو سكر. هبدأ اقلبهم على بعض، ممكن تستخدموها بأي نوع تاني انتوا بتفضلوه. هنا هبدأ بقى في مرحلة العجن، هقلبهم لحد ما يبقوا عاملين زي العجينة. ممكن تختلف من نوع للتاني شوية، ممكن تزودوا معلقة زيادة من الزبدة. عجنته هنا بإيدي لحد ما بقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وهنا بعد ما خلصت العجن بقت متماسكة وجميلة بالمنظر ده، هريحها نص ساعة في التلاجة ونبدأ نشكلها في الصينية. صينية عندي بقى بورق زبدة، وهبدأ أشكلها فيها كور صغيرة. كور كل ما كانت أصغر وترققوها شوية هيطلع البسكوت ده طعمه أحلى. بظهر كوباية عندكم أو بأي بصامة متاحة هتضغطوا على الكور بتاعتكم عشان تدوها شكل حلو في الصينية. تدخل على فرن سخن درجة حرارة 170، هياخد البسكوت من 10 ل 12 دقيقة. طبعا البسكوت بنشيك على لونه من تحت مش من فوق. حسيتوا ان انتوا محتاجين تفتحوا عليه الشواية من فوق 3 دقايق مفيش مشكلة، بس انا ده محتاجش كده، خرج بقى جميل جدا. وجربوه وبالهنا والشفا.